أو كسر اليد التي تقوم بتنفيذ القانون والأحكام في عقر دارها. إن أنا ههجم على وزارة الداخلية أدمرها، تمام، يبقى أنا كده كسرت نظام الدولة. نظام الدولة، وأنت حضرتك رجل قانون، وهو قانون هو الذي يضبط نظام الدولة. من الذي ينفذ هذا القانون؟ الذي ينفذ هذا القانون هي وزارة الداخلية. لما هكسر اليد التي تنفذ القانون يبقى الفوضى عمت جميع ربوع الوطن. اتفضل يا بيه. طيب في بقى حاجه ثانيه يا دكتور توفيق، وانا اكيد انت ما اعرفش عرقت في الحوار عليها ولا لا كتعليق. النهارده اللي حصل من امبارح والحشود اللي جت النهارده دي لطمه على وجه الاخوان واتباعهم، لان زي ما قلت لحضرتك يوم الجمعه المليونيه المدعاه اللي طلع بيها الاخوان، انا كنت نقلت لحضرتك يوم الجمعه ان احنا شفنا ناس ما تعرفش يعني ايه حتى السلمي، وما تعرفش يعني ايه وثيقه السلمي، وانا وصفتهم لحضرتك ذات دهون طويله ولابسين لبس افغاني، وهو جاي كانه في سياحه دينيه داخليه، جايباه اتوبيسات من القرى والنجوع، وواخد تموينه اليومي واخد اكله واخد شربه عشان خاطر بس الاستاذ احمد ابو بركه ما يدعيش ان هو ده الشعب، لدرجه ان هو النهارده كان على احد القنوات الفضائيه المذيعه بتساله بتقول له ما هو ده الشعب، قال لها لا مش ده الشعب. طب اشمعنى انت يوم الجمعه اللي كانوا في التحرير كانوا